خسارة الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري 1-0. بعيد عن الفنيات اللي حصلت وهنتكلم فيها في دقيقتين تلاتة، ولكن تعالى كده مع بعض نبص لترتيب جدول الدوري. هتلاقيه كارثة يا معلم، كارثة كارثة. ايه هي الكارثة؟ انك هتيجي تبص على اول 10 فرق في ترتيب الدوري مش هتلاقي فيهم الزمالك. فواحد يقول لي يا عم ده هم نقطة نقطتين، الفريق اللي بيكسب بتلاقيه طلع هوبا في المربع الذهبي. انا عارف كل الكلام ده، وعارف ان الفرق ما بين الزمالك اللي في المركز ال11 والمركز الاول اللي هو بيراميدز اللي عنده 17 نقطة، فرق 6 نقط ماتشين. بس عيب قوي ان يكون ده وضع الزمالك المركز ال11. وضع الزمالك اللي هو دايما بيكون في المقدمة في المربع الذهبي، والفرق ما بينه وبين اللي بينافس نقطة نقطتين. بعيد ان الزمالك بعيد عن الاهلي اللي لما بيجي ياخد دوري بيشرخ لوحده، فرق 20 و30 بونت عن اي فرقة تانية. بس احنا بنتكلم لسه في بداية دوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي بيتعادل، بيراميدز النهارده بتتعادل قدام بلدية المحلة، فالفرقة بتخدمك وبتقول لك يلا يا زمالك اكسب وتعالى نافس معانا. يعني فاهم انت؟ الاهلي بيتعادل وبيراميدز بتتعادل وتقول للزمالك تعالى يا زمالك اتنافس معانا. بيعتفوا علينا واحنا بنرفض ده، نقول لك لا والله ابدا شكرا، احنا هنطلع عين الجمهور وهنطلع عينينا عشان نيجي في الاخر نبقى عاوزين ناخد المركز الثالث بالعافيه ونلعب الكونفدراليه بالعافيه تفهم الموضوع. تيجي بقى تتكلم النهارده عن الماتش من بدايته خرا، تشكيله من بدايتها خرارين زفت قرف. انت دمرت الجبهه اليمين، طارق ونيمار هما الاتنين. طب ما انت على طول بتبدا بشيكا. انت اصلا لما بتبدا شيكا بياخد وقت علشان عقبال ما يدخل في الجيم، لكن انك تخلي شيكا بره وينزل وان شيكا يعمل لك فارق، مش هيعمل لك. ده مش شيكا بتاع زمان، شيكا بتاع دلوقتي على راسي من فوق وجامد جدا، بس شيكا بتاع دلوقتي لازم يبدأ المباراة. اي لعيب في لعيبة كده اللي هو ايه، باخد 10 دقايق ربع ساعة كده عقبال ما ادخل في المباراة. لكن انك تنزل لي شيكا اخر 10 دقايق وتقول له انزل يلا يا شيكا تعادل لي والنبي عاوز اكسب. طب ما هو حمرا. انت قبل ما شيكا تنزل الشوط الاولاني ضربة جزاء عليك وعواد بيصدها غير الفرص، جون بيدخل فيك فبتبقى خسران. الشوط الثاني علي ماهر اللي بيقول اخيرا انا كسبان الزمالك وكسبت الزمالك، وفرحته كانت باينه قوي في الشوط بعد ما الماتش خلص. ولكن الراجل اتعلم من اللي فات. انا كان بيكسب مع فيوتشر 2-0 الزمالك وبيتعمل عليه منتدى وبيخسر، وكان بيدافع وبيخسر. مع المصري قبل كده بيبقى كسبان 2-1 وبيخسر 3-2. فالراجل دلوقتي بيقول لا والله ده على الماتش ده على جثتي، انا يا معلم كسبان 1-0 هوبا هدافع، انا هكسب الماتش ده، يعني هكسبه. واللي ساعد المصري وعلي ماهر ان هم يكسبوا ان مفيش حلول، وان اداره معتمد جمال للمباراه وحشه. نص ملعب مفيش، رؤى والسيسي ما عندهمش حلول، يخرب بيت السيسي. ايه يا جدع ده؟ مفيش حلول خالص. الراجل بيلعب الباص في ظهره، السيسي بيلعب الباص في ظهره. يا معلم العب الباص قدام لنضاي، طلع شيكا طلع زيزو يا معلم، حلول. لا بيلعب الكرة في ظهره، فتلاقي مثلا لعب لنضاي الكرة في ظهره، فبدل ما يلعبها لقدام علشان نضاي يروح على الجون، تلاقي نضاي الكرة في ظهره فيبدأ يرجع لورا عشان يبدأ الهجمة لورا. يا معلم نص ملعب خلي كورتك لقدام، ما تعصبنيش وتخلينا شق على هدوء، ما تعصبنيش. الباص قدامه، خليه يغور ويجري قدام، ما تلعبش الكرة في ظهره. عطلت ميتين مليون كرة قبل كده بسبب كده. مفيش يا معلم الكلام ده. العب الكرة قدامه علشان يعرف يجيب اجوان، عشان يعرف يلعب اوفر، علشان يعرف يبقى يكسب ارض في الملعب. لكن كده زفت. حلول من على الخط مفيش، لا في حلول في الملعب لا في حلول من بره. فدلوقتي ايه رأي ادارة الزمالك؟
تعالى مع بعضينا نشوف كده الجدول الدنيا فيها ايه. شفت الجدول؟ الزمالك في المركز ال 11. عاجبكم الكلام ده؟ مش عاجبكم؟ اما نشوف هتعملوا ايه. من غير سلام.